أنا شايف كل حاجة وإحنا شايفين كل حاجة. أنتوا شايفين كل حاجة؟ أيوة شايفين كل حاجة. أنا عارف كل حاجة وإحنا عارفين كل حاجة. أنتوا عارفين كل حاجة؟ أيوة عارفين كل حاجة. بعد قليل يبدأ العرض المسرحي أنا شايف كل حاجة. نعتذر عن تأخر العرض المسرحي أنا شايف كل حاجة لمدة نصف ساعة أخرى. وبعدين يا حضرات، والعرض هيبدأ امتى؟ أنا جاي أتفرج وانبسط ولا جاي أقعد وأزهق؟ جاي أشوف، استمتع، انبسط، أشوف. شوف ايه يا عم الحاج انت؟ مسرحية اللي انت جاي تشوفها ده انت كفيف. خفيف؟ أشوف أحسن منكم في النور وفي الضلمة كمان. يا عم انت طالع على المسرح تعمل ايه؟ والله مع ان الجماعة دول اتأخروا عن العرض، تعالوا احكي لكم حكاية وسط البلد وانا قاعد مع صاحبي حصاوي على القهوة. وكمان حصاوي؟ خلاص يا اخينا، ما تكترش في الكلام معايا، لا تخرج بره المسرح يا تقعد ساكت. طب انا ساكت اهو. ازيك يا عم حصاوي؟ الحمد لله. انت صحيت من النوم ولا لسه؟ شوية كده وشوية كده، من ده على ده. يعني اللي سمعته صحيح؟ سمعت ايه؟ انا سمعت انك مرة نمت زي اهل الكهف كده يجي 300 سنة. انا نمت حوالي 100 سنة تقريبا. اول ما نمت كانت سنة كام؟ 1917. دي سنة شؤم. يلا يا عم صبحي بلاش كسل على الصبح وخد يا ولد يا صبحي. نعم يا عم حاج. هات لي الشاي بتاعي، شاي خفيف سكر زيادة. وده يبقى شاي ده يبقى شربات ورد يا ابو الشوف. اختش يا واد وهات الشاي وما تتأخرش. وخلي بالك انا شايف كل حاجة، شايفك وانت بتلف على الزباين وتودي طلبات. وانت عامل ايه؟ شكلك مش مرتاح يا ابو الشوف. انا تعبان قوي ونفسي افضفض. يلا يا سي صبحي. يا واد صبحي. نعم يا عم حاج. انت عمال تلف على الزباين وتودي لهم الطلبات وما جبتش الشاي بتاعي. انت فاكر اني مش شايفك؟ هو انت شايف حاجة يا ابو الشوف؟ مش قلت لك انا شايف كل حاجة؟ طب ازاي؟ ريحة الحلبة، ريحة القهوة، ريحة اليانسون، ريحة الشاي،
امشي وده الشاي. امشي وده الشاي. هودي الطلب ده الاول. ودي الطلب وهات الشاي، والا هضربك بالعصايه ووقع الصينيه على وشك. يا ساتر، ايوه جاي. ما قلتليش تعبان من ايه؟ ايوه جاي. انت عارف ان انا ساكن في وسط البلد، وكل سكان البلد رايحين جايين عندنا، وحاجه تقرف. وسط البلد دي دوشه قوي ومطبع للكل، بس ايه اللي حصل؟ انا كنت كلمتك على الغريب اللي رايح جاي يحوم على شقه الشيخ ياسين وعم عرفات. قلت لي قبل كده. عمل حاجه؟ ايوه يا سيدي، متعرفش ازاي اتدحلب على عمك الشيخ وعمك الحاج، ورايح جاي يشرب الشاي. دول اطيب ناس في وسط البلد. وبعدين فجأة كده قعد في الشقة وادعى انه صاحب الشقة وعايز ياخدها منهم. يا ساتر، ده معقول؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. حصل، خد جزء من الشقة وراحوا البوليس والنيابة. كده تمام؟ لا مش تمام، قرار النيابة بيقول عارفه، يبقى الوضع لما هو عليه لحين الحكم في القضية او تراضي الطرفين. يعني قاعدين مع بعض في الشقة؟ ايوه يا سيدي، ويا ريتها جت لحد كده وبس. في ايه تاني؟ كل شويه يتخانق معاهم وياخد حته تانيه من الشقه. يا ساتر، ودلوقتي مصمم يطردهم من الشقة خالص. ده لا يمكن يحصل ابدا. بيقول ماليش دعوه، كل جار من الجيران ياخد واحد منهم عنده. يا ساتر، وحبسهم وهيموتوا من الجوع ومحدش عارف يساعدهم. والجيران عملوا ايه؟ طبعا رفضوا. الجيران مش عارفين يحلوا المشكله. انت سامع كلامي يا صبحي وعارف كل حاجه، بس احب اسمع كلام تاني. طب ما يجتمعوا الجيران كلهم ويشوفوا حل للمشكلة دي. يا بختكم ساكنين في وسط البلد. يا بختنا، دي نص البلد مليانه مشاكل متلتله ومش عارفين نحلها. اعملوا اتحاد ملاك. عملنا اتحاد ملاك وبرضه مش نافع. طبعا كل واحد عايز يفرض رأيه للكل. جدع يا معلم، المشكلة مش عارفين يلاقوا مكان يعملوا الاجتماع فيه. بقول لك ايه يا ابو الشوق، اكلم لك المعلم تعملوا الاجتماع هنا في القهوة. هروح اكلمه. قال لك تبقى راجل يا صبحي، لو خليت المعلم يوافق نعمل الاجتماع هنا. استرها يا رب. ما تخافش يا راجل، المعلم طيب وبيحب الخير. لا انا خايف. ليه التشاؤم ده؟ اصل في معلم قبل كده قفل القهوة وضربنا. ليه التشاؤم ده؟ وانا مالي يا معلم؟ عملت ايه؟ انت بتضربني ليه؟ الارزاق على الله. خير يا صبحي؟ لا مش خير، المعلم قال لي مش عايز يشوف وشكم تاني في القهوة. على وش انا كمان. انا شايف كل حاجة. واحنا شايفين كل حاجة. انتوا شايفين كل حاجة؟ ايوه شايفين كل حاجة. انا عارف كل حاجة. واحنا عارفين كل حاجة. انتوا عارفين كل حاجة؟ ايوه عارفين كل حاجة.